أهلا بيكم معايا. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى حبايبكم وعلى أهاليكم وعلى كل الناس وعلى الأمة الإسلامية وعلى العالم كله. ليه لأ؟ إحنا مش خسرانين حاجة. يا رب الحب والخير يعم العالم كله ويساعدنا إننا نشوف إن الإنسان في الأصل خير و... ونقدر إننا نخليه دايما خير. أنا ياسمين أبو الحسن، مدربة حياة وعلاقات من سنة 2005. للي عارفني فيكم يمكن يكون شافني شوية هنا وهناك. وللي اشتغل معايا طبعا، برسل لكم كل التحية وكل الخير وكل التهاني بهذا الشهر الكريم. احنا في 2025، السنة دي أتم 20 سنة كوتشنج. الحمد لله في 20 سنة لايف كوتشنج و18 سنة ريليشن شيب كوتش. فدي رحلة الحمد لله جميلة، أطول من أي رحلة في أي شغلانة تانية عملتها، وكانت رائعة. أجمل في أوقات بيحصل كده نوع من الإلهام، واكتشفت من كام يوم كده إن أكتر حاجة أنا بحبها في الدنيا هي السيلف ديسكفري، الإكسبلوريشن، فهم البني آدم نفسه وفهم البني آدم لنفسه. لما اكتشفت ده في رحلتي في الكوتشنج، وقالت البيت قبلها حتى قبل ما ابتدي في الكوتشنج، لما بديت اقرا واتعلم حاجات مختلفه عن بس تكنيكال، ان الواحد اللي عايزه في شغله ايه اللي هو بيشتغل فيه، ان الحاجات ممكن تكون ليها علاقه بالسيلف ديفلوبمنت او السيلف هيلب. كان ده دايما فاسينيتنج، فظيع جميل بالنسبه لي. الله حلو وعايزه من ده تاني. اجمل حاجه فيها ان الديسكفري اللي انا بكلمكم عليه ده مش بس مع نفسي، انا بحب اعمله وده اونجوينج، لكن كمان بكتشف العملاء بتوعي وبساعدهم يكتشفوا نفسهم. ولما بنوصل للجواهر والكنوز اللي جواهم دي، بتبقى اسمها بنسميها اها مومنت. اها از لايك ذس. أو بتسميها source of enlightenment، إن حاجة بتنور جوانا وحاجة بتلمس، كأن كده الواحد فهم إيه ده، الدنيا ماشية إزاي، أو أنا بتصرف كده ليه، أو أنا باخد هذا القرار ليه. فدي من النعم الكبيرة جدا جدا. وبالتالي السنة دي لما جه هذا الإلهام قلت طيب ما تيجوا نلعب كده مع بعض ونعمل حاجة اسمها فوازير لرمضان. كل حلقة منهم هنتعلم حاجة أو هنعرف حاجة عن نفسنا. فاللغز الكبير بتاعنا هو أنت مين؟ أنت مين؟ وهنمشي فيه خطوة خطوة، لأن طبعا البحر النفس كبير جدا 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 جدا، فمش عايزة ألخبطكم فيه. فهنمشي فيه خطوة خطوة، ونقدر بيه إن إحنا نستمتع مع بعض، ونعتبرها نوع من الترويح عن النفس في هذا الشهر الكريم. الأمهات ربنا يديهم الصحة كلهم هيبقى عندهم جهد كبير ما بين بقى تحضير الفطار وتحضير السحور وتصحية الناس وعمل العزايم والكلام ده كله. ربنا يبارك فيكم ويجعلكم قدوة حسنة لينا. وكلنا هنبقى عندنا جهد كبير بنبذله علشان نغير في العادات اللي اتعودناها، ونحاول ان احنا نرتقي بانفسنا ونبقى احسن. فمش عايزين جوه الشهر الكريم ده نتشغل ونبعد شويه عن نفسنا. انا عارفه اننا هنقعد وهنقرا قران وهنصلي، وده شيء رائع، ده جزء روحاني جوانا، لكن احنا كبشر كمان محتاجين الكونكشن، محتاجين الوصله دي بيننا وبين نفسنا. عشان نعمله مع أنفسنا هنحتاج شوية أدوات وهنحتاج شوية وقت. مش عايزين نعمله too complicated زي ما قلنا، مش عايزينه يبقى مكلكع أو ياخد مننا وقت طويل أو تحس إيه وده كمان لسه عامل. لا، إحنا عايزين نبسطه، عشان كده قلنا نعمله في صورة فوازير خفيفة بسيطة نلعب بيها وننبسط. في بعض الأدوات ممكن نبقى محتاجينها. أداة منهم هي دايما أبسط وأسهل أداة. الأدوات اللي موجودة ممكن تبقى النوت بوك، أي نوت بوك أنت بتحبها أو أنت بتحبيها. كراسة، آه، مجموعة ورق. ماشي. أنا بحب الحاجات الملونة، اختاري حاجة ملونة. بتحبي الحاجات البسيطة، اختاري حاجة بسيطة. عايزة حاجة بلين خالص، خدي حاجة بلين خالص. ورقة، والورق اشتغلي بالورق. والأقلام بتاعتك
عايزه تعملي ماركر، عايزه تعملي الوان، عايزه تعملي الوان خشب، عايزه تعملي جوست بن، الحاجه البسيطه بالنسبه لي. وهحطها فين؟ هحطها في الحته اللي ممكن اشوفها بشكل مستمر. ممكن اعملها قبل ما انام على طول 5 دقائق 10 دقائق، ممكن اعملها وانا قاعده قبل ما اتفرج على التلفزيون، ممكن اعملها اول ما اخلص الفطار ونشيل الحاجات واقعد، ممكن اعملها بعد صلاتي وبعد دعائي. انت اختاري الوقت اللي بالنسبه لك مناسب وتحبي تعمليه. عشان دي عاده جديده هتبقى عنيفه وصعبه، كل شويه هنسى مش واخد بالي، لكن حاولي تعمليها لان ده اللي هيساعدك. إذا اشتغلتي قوي في رمضان شغلي الحلقات دي تاني بعد رمضان نبتدي تاني، لكن فرصة احنا في رمضان تعالوا نشجع بعض وتعالوا نبتدي نعمل حاجة زي كده. اللي مش حابب ان هو يشتغل على ورقة وقلم، التليفون بتاعك شغال، اوكي، افتحي التليفون على ابسط حاجة نوتس، حتة بتعرفي تكتبي فيها واكتبي فيها الحاجة اللي انت عايزاها. طبعا التليفونات الجديدة كلها فيها كمان فويس، تقدري تحطي اللي انت عايزاه از فويس، لكن الكتابة في حد ذاتها وسبيشلي بالقلم بتساعد البني آدم كأنها نوع من المديتيشن، إنها تخلق هدوء نفسي. فلو اعتدتي إنك تكتبي، دي ممكن تبقى حاجة كويسة جدا. طبعا أنت أو أنت كلكم زي بعض. اللي عايز يبتدي يفرغ مشاعره ويفرغ أفكاره ويعرف عن نفسه أكتر، الكتابة بالورقة والقلم من أجمل الأدوات اللي ممكن تبقى موجودة. حابين تزودوا شوية ألوان، يمكن تحب ترسم حاجة في الكورنر في الجنب هنا ولا هنا، ده شيء يرجع لكم وده شيء يبقى جميل. من اجمل الحاجات في ان احنا نخلق كشكول، وده اللي احنا بنسميه او هنسميه مع بعض من السنه دي ان شاء الله المانيوال. زي ما اتفقنا الاوبريشن مانيوال بتاعنا اللي هو مانيوال التشغيل، مش بتاع الصيانه، الصيانه هنتصرف فيه في حته تانية، انما مانيوال التشغيل بتاعنا هيكون ده. بنستخدمه امتى كمان؟ بنستخدمه لما نبقى زعلانين، لما نبقى محبطين، لما نبقى متضايقين، لما نبقى مش لاقيين حاجه نعملها، لما نبقى فاقدين الموتيفيشن. المانيوال ده بيخلينا نرجع تاني نفتكر احنا مين وكنا عايزين ايه. في حاجات هتبقى ثوابت مهما كبرنا في السن ومهما اتحركنا، هنلاقي ان احنا لازلنا ده، احنا لازلنا عايزين ده. وفي حاجات هننساها عشان ان احنا بننسى، البني ادم بينسى. فهتلاقي ان المانيوال ده يرجع يفكرك بحلم قديم او بفكره كنت عايز تعملها، او بحاجات كنت بتحبها، او بناس نسيتهم في الدنيا خدتك منهم، وبالتالي يقدر يكون ده المكان اللي تقدر ترجع. بعد عمر طويل كلنا لما نقابل وجه كريم، المانيوال ده قد يكون حاجه ظريفه لاولادنا نسيبها لهم، يمكن يكون كتبنا فيها قيمنا، كتبنا الحاجات اللي كنا بنحبها عنهم، كتبنا ذكريات، كتبنا حاجه ممكن ولادنا يلاقوا فيها آم، أعزاء ويفتكرونا بيها. excited، سعيدة مبسوطة motivated إن أنا أتكلم معاكم وأشوفكم. وابعتوا لي قولوا إيه الحاجة اللي لمست معاكم، إيه الحاجة اللي عجبتكم، إيه الحاجة اللي عايزين نتكلم فيها أكتر، إيه الحاجة اللي واقفة معاكم، إيه الحاجة اللي عايزين تشجيع فيها. وكل سنة وأنتم طيبين، أشوفكم المرة الجاية. باي.